انت قريت اخر شيء. لا لاني ما مشموله بي، انا ما حتى تعرف ارد عليك بطريقتي. بهذا تعرفه. هسه هاي مو حتى تعرف ارد عليها. اي انت تعرف صدق خويا. انت على قريت كيفك نسامحك بس انتهي بيناتنا. اي مو؟ اي صح. هو قال مو يمك بس قال. قلت مو يمك. ومو يمك كاني راح اقرا بس مو يمك. انت اقري شيء ممكن نلقى من عنده رد. اللي راح لو هو كتبه لموضوع، يعني مرات شاعر يكتب موضوع وانا كذلك موضوع يعني. لا انا مو هذا قصدي صابرين، انا اريد شيء واقعي، اريد قصيده واقعيه. القصائد اللي سمعتيها كلهن واقعي، لكن هاي تحديدا اللي اريد اقراها ما اقدر اقول لك عليه. ها هيتي شلون هو ما قدر يلتفت ويقول عليه؟ ها من هالنوع انت وحده بوحده بالضبط. يلا تفضلي. لا لان الكلمات ممكن يكون بها عتب خادش. شوفي بكل الاحبه بالعلاقات ترى لا تتوقعين حياتهم بس عباره عن حب وغزل. جماليه العلاقه من يكون بها زعل ومن يكون بها جفاء احيانا، خصوصا اذا يوميه عركه يعني قصدي. هنا الحكي. لا احنا اصدقاء وراضيتهم قوه قبل الحلقه. مش احنا اصدقاء يعني قبل وبعد كل شيء. وابناء يعني منطقه وجيران. أبناء منطقه وجيران وتجمعنا هواي روابط يعني الناس. بس لا مو بس لا بس زي اقول لك قبل وبعد. فاكو روابط تنكسر، لكن روابط ما ممكن انه تنكسر. حلو. اي ما ممكن انه تنكسر. بس حلو واحد يعني عشق الشاعر والشاعره. يعني انا اعتبره يعني الحب اذا صار به اعلان، وخصوصا اذا ممول، مشكله كبيره، واحنا اثنين واجهناها. لان مرات نسولف بيناتنا الناس تحب تسولف بكرهها، بس الحب اذا تعلن به مشكله تصير. ثقافه يعني الحب مشكله. الوسط المشاكل، الوسط مليان مشاكل. شوفي بالشارع الله يغفر اي ظاهره مزعجه ممكن يتقبلوها وما يتدخل احد، لكن شوفي تعليق انه ولد يحب بنيه او بنيه تحب ولد بالفيس، احنا ما عندنا احترام للخصوصيه. هاي احترام لخصوصيه الانسان ماكو. ما ادري انا اشوف جماليه الحب الاعلان. واحد ليش يخاف؟ ليش يضمه؟ شو مسوي؟ ترى هو يحب مو أكثر. انا بالنسبه لي انسان يعني اللي احبه ما اخاف انه اقول احبه. زين. ما بس وسام يخاف. لا لا مو هيك اقارن نفسي قياسا بالعالم يعني. مو هي بدها تقولها بالنسبه لي يعني. قياسا بالعالم يعني بالناس يعني نسولف بصوره عامه. فقصه نفسي قياسا ويا الناس يعني بالمجتمع. انه هاي حياتي الخاصه. انت تتدخل بقصائدي، تتدخل بابداعي، اوكي، بس باموري الخاصه مالك شغل. تدرين رغم انه اني مرات الخطا مني اخلي خصوصيات بالعام. وانا اكره احد كلش يتدخل بخصوصيات. مو انت تحبين حيل. هذا مبين كلش واضح، بس اني الاحظ انه وسام مسيطر حيل. يعني عمرك نزلت لها شيء بالفيسبوك؟ اي اكيد. اغلب المناسبات اللي تكون مثلا مناسبة رأس السنة أو عيد ميلادها أو كلفت روحك خويا، هي مقطعة روحها يوميا بوست منزلة. بالمقابل هي على أي مشكلة راح تنزل شيء مزعج. هي رأسا أنا معاذرها لأن هي يعني جنونها عابر مراتب العقل. زين ايش تحجون أنتم شاعر وشاعرة؟ إذا التقينا يعني مواضيعنا إذا واحد قاعد من أصدقائنا ينزعج ويقوم. والله العظيم. تتعاركون؟ لا مو نقاش يعني كأنما يعني تختلفون سياسيين يعني ونقاش. تختلفون بوجهات نقاش يعني نحلل قصائد فلان وقصائد وغيبة مستمرة طبعا. القشب. المخرج يقول حقف المكسر وروح. طيب هسه نريد نسمع شيء من صعب.